ولكن بيطردها من البيت وبيرفض إنه يتناقش معاها، وده بيخليها تتأكد من كلام البنت وإن أهل القرية عارفين فعلا بموضوع التنين، وكمان بيقدموا له القرابين لأنهم خايفين منه. وساعتها بيفهم إيلين ليه ما شافش ولا وحش من ساعة ما دخل القرية، وده لأن حتى الوحوش بتكون خايفة تظهر في وجود التنين. ولما بتسأل ليزي على البنت بتطمنها أكيرا وبتقولها إنها مخبياها في كهف بعيد وسري، ولكن دلوقتي الأهم هو إنهم يوصل للتنين ويخلصوا عليه. فبتقرر ليزي وبترس إنهم ينضموا ليها، وبتشكر ليزي إيلين لأنه ساعدها لحد ما وصلت للقرية، وبتقول له إنه يقدر يكمل رحلته. لكن إيلين بيرفض وبيقول إنه مش هيقدر يسيب صحابه وهم في خطر، وعشان كده بيقرر إنه يكمل معاهم الرحلة ويحاربوا التنين كلهم سوا. وفعلا بيروحوا كلهم سوا عند البركان، وهناك بتحط أكيرا الخطة وبتقول إنها تتسلق البركان من الجهة الأمامية، وبتطلب من إيلين والباقي إنهم يتسلقوا من الجهة الخلفية، وده عشان يحاصروا التنين وما يقدرش يهرب. وبتقول لإيلين إنها حاسة بقوته وإنه يقدر يخلص على التنين لوحده، لكنها بتقول له إن هي